مجرد، وهي صاحبة التوريات في التعليم. لست بكاذب أو مدعي، وإنما رجعت إلى الوراء في 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحييكم بتحية السلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني نشكر شباب القرية لأنهم يقومون بجهد عظيم إن شاء الله، فإن الشباب هو القلب المعروف، وهو العمود الفقري لأي أمة من الأمم، وهو عماد حضارتها وسر نهضتها وأمن مستقبلها، لأنهم في سن البذل والعطاء، وفي سن التضحية والفداء، فمن ذلك بعقولهم وأفكارهم وبزوارهم تتخطى المجتمع، وهم القوة بين الطرفين، ضعف الدخول وضعف الشيخوخة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. ولقد اعتبر الإسلام عناية طارئة بالشباب، ووضح لنا ما يكون لهم بالمجتمع، ووجههم للخير والبناء والإصلاح والعطاء، وهم الثروة الحقيقية. ونرى أن القرآن الكريم قد صور صورة عظيمة للشباب في قصة أصحاب الكهف، وهم كانوا شباب قاموا داعين لتوحيد الله في مجتمع ضغط فيه الوثنية وانتشر فيه الإلحاد. وقال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. العلماء قالوا على كلمة فتية، قالوا هم الشباب، فهم أقبل الحق وأهدى السبيل من الشيوخ، فكان الشباب هو صاحب الحضارة وصاحب التقدم في المجتمع. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختبر ذكاء الشباب، فكان
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. فوقع القول أنه شجر البارد، يعني وقع في رأيهم أنه شجر بارد. فلم وقال عبد الله بن عمر وكانت في عقلي وفي فكري أنها النخلة فاستحييت من ذلك. حدثنا عنها يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فقال عبد الله بن عمر انها وقع في راسي انها النخلة ولكنني استحييت. فهذا ادب يرويه عبد الله بن عمر. وكذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يستخدم الشباب وكان الشباب في منصبه. اولا عين مصعب بن عمير وكان اول سفير في الاسلام. وكذلك عبد الله بن عباس يقول هذا مش حد الا الرب هو ربنا. فكان عبد الله بن عباس قال كنت راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا غلام انا اعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأخيرا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقدم أخيرا الأستاذ المنسق الحرفي لمركز دمياط الثقافي فليتفضل مشكورا. أيوة أنا عندي فكرة، أنا عندي واحد هيك السنة